السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض المرات كنكون كنقرأ في سير المحدثين، خصوصا في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وكنقرأ التاريخ ديالهم كيفاش طلبوا العلم وكيفاش يعني وصلوا، وكيفاش يعني ولاو علماء ويعني أهل العلم، والمعاناة ويعني والصعاب اللي واجهوا، وكيفاش أنهم قراوا حفظوا القرآن، حفظوا المتون، درسوا على الشيوخ، سافروا عبر البلدان، طلبوا العلم، حفظوا آلاف بل مئات الآلاف من الأحاديث، عرفوا علل الأحاديث، عرفوا الصحيح والضعيف، وعرفوا المرسل والمقطوع والموضوع والمرفوع. المهم ربما كتلقى بعضهم أفنى عمره كله في طلب العلم، 60 70 سنة 40 سنة هو كيقرأ. وفاش كترجع للكتب ديالهم وكتقرا يعني المؤلفات ديالهم وكتشوف واحد العلم، بحر من العلم، يعني البراعه في التاليف، ويعني كتلقاهم يعني واحد الاطلاع يعني واسع يعني على الكتب، وكيفاش يعني كيفاش يخرجوا الحديث، وكيفاش كيجيبوا جميع الطرق، وكيفاش حافظين الطرق ديال الحديث، وكيفاش عارفين كل حديث والطريق ديالو واختلاف الطرق واختلاف الرواة والألفاظ والعلل. عرفتي واحد العلم راه صعيب 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 صعيب. غير حديث الا سمعتي غير 20 يعني طرق هذا الحديث كله، هذه الطرق كامله، وبغيتي دير مقارنه وكل راوي يعني وتقارن بين الالفاظ واختلاف، راه واحد الصعوبه غير حديث واحد. فما بالك راه كاين مئات الالاف ديال الاحاديث. يعني كيفاش هاد العلماء وصلوا وكيفاش قراوا يعني وسمحوا في بزاف ديال الحوايج ويعني في متاع الدنيا باش يوصلوا لنا هذا العلم. وكتجيك الان كتشوف اصحاب التعليقات وبعض الجهال اللي كينتقدوا البخاري ومسلم او كينتقدوا الحديث بصفه عامه، كيتكلموا وكتشوف الكلام ديالهم والتعليقات ديالهم، وكتشوف يعني الفيديوهات ديالهم، وكتشوف واحد الفرق كبير بزاف، فرق كبير. هنا كتكتشف الفرق، وكتشوف يعني بعينيك وكتسمع بودنيك الفرق بين العلم والجهل، بين من أفنى عمره كله في طلب العلم بالليل والنهار، 18 19 20 ساعة ديال العلم والمطالعة، وبين من لم يفتح كتابا قط في حياته، أو لم يقرأ كتاب، أو ربما يقدر يقرأ كتاب 2 10 20 100 مجلد، ومع ذلك لن يبلغ درجتهم أبدا، مستحيل، إلا أن يشاء الله. وكتلقاه كيتكلم في العلماء وكيتكلم في علم الحديث، الله المستعان. عاد كدير واحد الفرق وكتشوف الا قريتي في سير هؤلاء، خصوصا سير اعلام النبلاء، المهم غادي تلقى بزاف ديال الكتب ديال تراجم المحدث، وغتشوف هادو اللي كيتكلموا دابا، وغتشوف واحد الفرق كبير، فرق كبير. كيفاش هادو كيحروا مساله علميه، وكيفاش هادو كينتقدوا العلم، كينتقدوا العلماء، كينتقدوا المحدثين. يعني واحد كيحفظ المئات الالاف ديال الاحاديث وعارف جميع الطرق ديال الاحاديث، واتاه الله عز وجل العلم والذكاء والحكمه، وعارف يعني وضابط العلم، واحد ما عندوش هادشي، ما حافظش 10 ديال الاحاديث. بعض الناس في التعليقات غتلقاه ما حافظش 10 ديال الاحاديث، 5 ديال الاحاديث ما حافظهمش، 3 ديال الاحاديث ما حافظهمش، او كينتقد يعني علماء جبال ديال العلم، ائمه ديال العلم كينتقدهم، وهو راه ما حافظ حتى 3 ديال الاحاديث. فشوف الفرق. هنا فاش كتبدا كتقرا وكدير دابا اللي كيقرا اللي قرا سير هؤلاء العلماء، وغيشوف هادو اللي كيهضروا دابا، وهادو اللي في التعليقات وكينتقدوا الحديث، ويقولك الحديث ما كاينش، وهذا الشيء ضعيف وغير موجود وغير صحيح، غادي تشوف واحد الفرق كبير. شي يكون غير عندك العلم وقريتي واجتهدتي وبحثتي ودرستي وطلعتي على المجلدات وشفتي يعني الكتب وحفظتي وتكلمتي في الحديث وانتقدتي، ديك الساعه ربما غادي يسمعوا الناس، وغادي يكون القول ديالك يعني غادي يكون قولك يعني معتبر. ولكن انت راه ما كتقرا، ما عارف، ما فاهم، ما ربما صحيح البخاري كامل ما قريتيش وكتنتقد البخاري، ربما عمرك ما قريتي حتى شي شرح ديال صحيح البخاري وكتنتقد البخاري مع الاسف، وكتكلم في الاحاديث. كيف؟ هذا هو السؤال المطروح، كيف
غادي تنتقد وغترد على كتاب انت ما عندكش علم، انت ما قاريهش وما عندكش علم، ما حافظ، ما عارف متون، ما حفظتي، ما عرفتي مصطلح الحديث، كيف غتنتقد؟ عرفتي كنبقى بعض المرات كنبقى نقول يعني كيفاش هاد الناس هادو كيتكلموا في الحديث وما ما حافظينش حتى 3 ديال الاحاديث مع الاسف. فلذلك اللي كيشوف وكيقرا وكيبحث غادي يشوف الفرق بين هؤلاء وبين هادو اللي كيتكلموا دابا.